أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. تألق النجم العالمي ليونيل ميسي امبارح في أول مباراة ليه مع فرقته انتر ميامي في الدوري الأمريكي عشان يسجل هدف الفوز وأول هدف ليه مع فرقته الجديدة. ميسي امبارح شارك كبديل هو وبوسكيتس، وعمل اداء كبير جدا، اداء خرافي تحت انظار رئيس النادي طبعا ومالك النادي ديفيد بيكهام، والاسطوره ليبرون جيمس، واسطوره التنس سيرينا ويليامز، والعديد من المشاهير كانوا بيتفرجوا على اول مباراه للنجم ليونيل ميسي. استطاع ان هو يسجل هدف خرافي من ركله حره في الدقيقه 94 عشان تفوز فرقته 2-1. عمل اداء كبير جدا، عمل تمريرات كتيره جدا، ولكن طبعا فرقته او فرقه انتر ميامي باين انها محتاجه مهاجم ينهي الهجمات اللي بيصنعها النجم ليونيل ميسي. تألق برضه سيرجيو بوسكيتس امبارح، مع كمان انضمام جوردي ألبا اول امبارح، ولسه طبعا ما دخلش مع الفريق، وفي كلام ان هينضم لويس سواريز معاهم. لسه مش عارفين الكلام ده صح ولا لا. بيحاول الدوري الامريكي يستقطب النجوم عشان خاطر طبعا عارفين ان كاس العالم القادم هيكون في امريكا والمكسيك، وهتكون دعايه كبيره جدا للدوري الامريكي. احتفل امبارح ليونيل ميسي بهدفه مع اولاده كمان اللي كانوا موجودين في المدرجات. ميسي بيعيش نقول ايه حياه جميله هاديه في امريكا، مختلفة تماما عن حياته لما كان في فرنسا. كان بيعاني من سواء من جماهير باريس سان جيرمان او من الحياة هناك، قال ان ولاده تعبوا نفسيا في فرنسا، فعشان كده حاول يروح بلد يستقر فيها ويكون فيه هدوء وسلام ومفيش حواليه برضه ايه زي ما نقول ايه البروباجندا الكتير اللي تتعبه. هو بيلعب للمتعه حاليا بعد ما حقق كل البطولات وكل الانجازات سواء مع برشلونه او مع باريس او مع المنتخب بحصوله على كاس العالم مؤخرا. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.